بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. واحد السيدة سلمت عليها كدا كيدير مسيو لاباس عليه، نتوما بخير الصحة لاباس. مرا مسكينة كانت ساكنة حدانا في حومتنا، كنت ساكن حدانا في الحومة ديالنا القديمة. رمضان مبارك سعيد، انتي لاباس؟ غادا جارة واحد بنتها شادة في يديها صغيرة، هزا واحد القفيفة مقدية خضيرة وداك الشي مع ولدها كان بعاد منها. هو يجي وداك ولدها سلمت عليك كي لاباس بخير كذا، ايوا نجحتي قريتي، نسلم نهضر معاه هكا وصافي. هذا وانا نسولو على خوه، تعرف انا واحد خوه كبير شويه، كان قبيح. قلت لي خوك فين هو؟ خوك اللي داك المجخمر ديال خوك فين هو؟ قال لي راه ولا تيكمي هكا. قالت لي خلي والدي يشدوا باك ويشدوا با والله تيقتلو. المراه قالت الولده خلي تيشدوا باه والله تيقتلو. حتى هو قال لي راه ولا تيكمي. قلت لها مسيو بعد هو من الكار، قالت لي لا باقي تيكمي. لا والله يعفو عليه وسكت في حالتي. ولكن انا خديت واحد النقطه بغيت نقولها لكم. دابا راجل تيكمي وتيقول ولدو عندك تكمي، راجل تيسكر وتيقول ولدو عندك تسكر. حنا ناخذو رجال، علاش نجيبو شي مثل ديال العيالات مع بناتهم؟ تعرفوا هاد القضيه دي؟ راجل تيكمي ويقد الا سمع ولدو تيكمي ماشي يخلي يضربوه ولا يدير شي حاجه ولا هادي ولا هادي. ولا قلتي لي واش ضربتي انت كتكمي ودي باقي صغير على الكارو وغيخدم بعدا ويدير فلوس الكارو، وديك الساعه بغا يكمي. شو الهضره كي دايره تيقولوها لبعض. الراجل تيسكر ولا سمع ولدو تيسكر. واحد النهار جا عندنا واحد لابيرمانس، تعرفوا حنا سكيري وخبايتي ديما سكران. وجا لابيرمانس ودخل ساعد. جا واحد البيكالا قال لي سي خراز دي نعم. قال لي شو الولد اش دار ليا؟ تكرس عليا على ولدو. مالو؟ سكران السي خراز. انا ما تعرفوش ايش يسكر، وتجاني سكران ريحة تشرب فيه ومن قلت ليه بوك وليتي تسكر نضربني. بقيت نشوف فيه، قلت ليه خذ دخل ناخذوك شي كي ديالك. وهذاك ديما سكران، هذاك الاب ديما سكران. اش هضرنا دابا الدري الصغير جا قال لي سولتو على خوك، قال لي راه ولا تيكمي، وامو قالت لي راه شدو با يدير ليه ويضربوه ويقتلوه كذا. با باقي ما ساقش الخبر ومساق الخبر. الدري الصغير ساق خبر خو تيكمي وباهم تيكمي. سولتها كدا مسيو باقي تيكمي شويه تا هو؟ قالت لي باقي تيكمي. ايوا الواحد ما يمنع شي واحد على ولادو شي حاجه على ولادو تيحيدها منه. حيد انت بعدا الكارو، انت الاول حيد الكارو منك، قطع الكارو عاد تقول ولدك علاش تتكمي. قطع الكارو عاد تقول ولدك علاش تتكمي. قطع الشراب عاد تقول ولدك علاش تشرب. عاد نهيو مع الشراب. انا شفت ناس والله العظيم الولد تيجلس معنا هكا تياخذ باه الباكيه الكارو، شد الكارو تيقول باه البريكه كاين، تعطيه باه البريكه، باه تعطيه البريكه تيمد عليه خلي من الباكيه ديالو. واحد النهار واحد قال لي شحال هادي كنت باقي في البوليس، قال لي هضر مع هذاك الدري ولدي صاحبي. قلت له نعم. علاش شنو؟ قال لي هضر معاه. قال لي وانا تنسكر هنايا راه عارفني هو تاجي لهاد البار عندي صحابي وتيجي هو تيدخل من تما تيدخل يشرب واللي بعد مني يمشي لشي بار اخرى. زعما الحياء خصو يكون، الحياء هو ما يشربش معاه في البار يشرب فيها باه. الدري تيدخل سكران وباه سكران للدار في الليل. قال لي بقى يشرب في شي بار اخرى. احترمني شويه. احترمتي انت اللي ديما سكران. متى تكون شي حاجه اللي هي خايبه فيك حيدها، عاد تقول ولادك حيدوها. شي بليه فيك حيدها، عاد تقول ولادك حيدوها. واحد النهار واحد قال لي والله يرحمو كان خدام معانا كاع، والله الا كان خدام معانا لا اله الا الله، تيهضر على ولادو بجوج. قال لي هذاك الكبير قال لي هذاك الراجل كان تيكمي، الله يرحمه كان تيكمي المخدرات، تيكمي الكيف الحشيش، مرة تيكمي حشيش حنا عايقين بهم. وانا كنت عارفو تيكمي عارفو تيكمي. واحد النهار قلت له تلاقيت ولدك سلمت عليه، قال لي شكون فيهم؟ قلت له الكبير داك الدري ولدك الطويل. الله يخليه بالخلا. قال لي شتي هذاك واحد النفع هذاك ما يسوى ما يصلح. قلت لي مالو؟ قال لي ولد حرام والله ما عطاك حتى قدك يجيب الحشيش. قال لي ويكمي قدامك وراه في القهوه. قال لي طروفتي ولا خذ داك الدري الصغير. قال لي دابا مسكين خدام، قال لي غا عنده واحد السيكليس. قال لي وتيجي الا عنده غير طريف يقول لي هكا با انت راك مبلي. شوف العائلات فين وصلوا.
وصل الاب تيشكي من ولده ما تيعطيهش المخدرات، وولده تيدير المخدرات. الا انا اللي بغيت نقول، الا كانت شي حاجه شي بليه فيك خايبه، ما يجيكش تعجب لولدك ولا تيديرها حتى هو، حيدها منك، حيدها منك قبل ما يكبر، قبل ما يولي راجل ويولي يعرف، حيدها منك باش ما غيكبر الدري تيكبر تيلقى باه ما تيكميش، وبارك ما 30 عام ولقى ما تيكميش. بعض الناس يقولوا سي خلاص حيت ما مجربش الكارو، كمي 30 عام انايا وانا تنكمي 30 عام وانا تنكمي الكارو. كانت عندي باكيه في الجيب وباكيه في التقاشر باكيه في الطوموبيل، كمي هكا تنكمي حق الله العظيم. ولكن من الدراري كبروا دخلوا المدرسه حبست، انا دخلت في الابتدائي حبست، مابقيتش تنكمي انايا تنكميش. طلعوا نهار فاقوا لقاوني ما تنكميش، بقاو ما فيهاش شي بليه اللي غادي يحاسبوني عليها، ما عنديش. وكل لقاوني تنكمي ما عندي ما نقول لهم ولا بداو يكميو صافي. غتولي الدار كلها تكمي الا المراه المراه تولي تكمي، هاو نقادوها. هذا هو الموضوع ديال التنويه ديال اليوم اللي بديت معكم، وغندخل معكم الحلقه ديالنا اليوم. الحلقه ديالنا اليوم شحال من واحد ما تيكونش مجرم، والطمع الطمع تيردو لي مجرم، تيطمع تيولي مجرم. كيما قلت لكم مثلا شي واحد خلى بورطابل ديالو في القهوه محطوط، واحد عاود ما يشدو ويعطيه المول القهوه يقول له عافاك لا زاد مولاه كذا كذا، تيخشي في جيبو تيدور مع دوره، تيقدو واحد اخر شافوا لا كاميرا وشدوه ويجيبوه السرقه ديال البورطابل، تيقولوا في الكاميرا انت سارق، تولي سارق تقدم حتى المحكمه، ومامور اي طمع كلها. شوفوا واحد اش غيوقع عليه في الطمع. واحد ولد كان تيقرا، شاب عادي تيقرا خدا الشواهد ديالو، دخل لوزاره الفلاحه ولا خدام في وزاره الفلاحه، ما تزوجش شي ولكن كان على استعداد تيتزوج. لما تخرج صيفطوه واحد المدينه بعيده من السكنه ديالو، بعيده بزاف، اضطر باش يكري بحال قلنا مثلا تخرج هنا في الرباط وما صيفطوه اكادير ولا شي حاجه، اضطر باش يكري. الكراه غالي، الماندا عنده ديالو عاد بدا الماندا باقا ماشي هي هذيك، خصو الكاروه هو كان تيكمي الماكله ديالو، الكرا ديال الدار، حويجات اللي شرا، يدور مع الوالدين وداك الشيء ما كانش هو هذاك، الماندا كانت قليله. السيد الدري لما خدم بدا يتخلص كان تيكمي، ولكن لما كرا ديك الدار فرشها وداك الشيء، الماندا ولا عندها بزاف ديال المخارج، يعاون تيصيفط لدارهم تيكمي ولا مع صحابو تيشرب. الشراب بدا الشراب كما تنقولوا حتى ولات عنده الفلوس وبدا مجهد، بدا يشرب شويه مجهد ديما مع الصحاب، ديما عاد عرف هو لي بار، عرف لي ديسكوتيك، وعرف ديك المراقص وعرف داك الشيء. هاد الولد كان تيجي كما قلت لكم لدارهم مره، وفي الخدمه ديالو كانت خدمه له تتطلب بعض المرات الغياب على دارو في سكن، الغياب 6 ايام 7 ايام 10 ايام 3 ايام، ديما اون ديبلاسمون، تيمشيو للفلاحات تيمشيو للفيرمات، شي لجنه ديال الفلاحه وداك الشيء. واحد النهار جا لدارهم تيلقى واحد السيده عندهم في الدار. ديك السيده غتدخل، مو قدمت ليه السيده، قال لها شكون هادي؟ قالت لها هذه راه خالة الوالده ديالك، خالة امه، خالة الوالده ديالو. لا باس بخير، عنقها ما عمري ما عرفتك. قالت لي ما تجيوش عندنا، ما كذا حنا كنا تنجمعوا في العروبيات، فرقنا من العروبيه، حنا مشينا سكننا في كذا، سكنوا في هذا وانتم سكنتوا في هذا وتفرقنا وكذا. وجات عندهم ضيفه، منين جات عندهم ضيفه؟ من المدينه اللي هو خدام فيها وساكن فيها وكاري فيها، المراه ساكنه تما. المراه هذه تزوجات بكري ومشات مع رجال الخارج، وفي الخارج ولدت تما 2 بنات وتزوجوا في الخارج، وبقات هي معهم في الخارج. لما كبرات شويه قالت لهم ودي خصني ندخل المغرب. سكنات في المدينه ديال راجلها
سكنها في المدينه ديالو، اي المدينه اللي ساكن فيها هذا السيد، نعطيو لهاد المدينه شي سميه نسميوها المحمديه. حيت ما تنبغيش نمس الناس، نقرب لهم شويه الهويه ديالهم. الراجل من المحمديه وسكن مرتو، بان قالت لي حنا خصنا تكون عندنا دار في المغرب، حيت هما مشاو فرنسا، مشاو ديك الساعه ما عندهم شيء، مشى داها هو قبل منا، مشى لفرنسا، مشى داها تما، وكانوا من تيجيو يشوفوا غير العائله ويمشيو، ولكن هي كبرات وداك الشيء، قالت لي خصنا شي دار في المحمديه بلادك. جا سكنها بلادها. الراجل توفى، ولكن خلى لها في المحمديه شي دويرات اخرين تتكلاو، خلى لها واحد الدار فيها الفوق والتحت، والتحت كانت كلاتو لواحد السيت تيدير المواد الغذائيه، بقال تبقالت وداك الشيء. وكاريه كيما قلت لكم واحد جوج ديور كارياهم، والسيده تتشد الموينضه ديال راجلها انه كان خدام فرنسا وشد لها تريت عاد مات، بقات تستغلها هي، البنيه ديالها جوج فرنسا وما تيساوش من تيعاونوها، وهي ولات تجلس هنا، تجلس في واحد الدار ديالها تما بوحدها وسط الجيران وسط الناس، والفوق والتحت كاين البقال اللي عندها هانيه، وتمشي عند حبابها ويجيو عندها وعند صحاباتها ويجيو عندها وعايشه من بعد ما مات راجلها. لما مات الراجل كما قلنا، السيده دخلت للمغرب، سكنت في المحمديه، مقابله ذاك المشروع ديالها اللي عندها ديال الدويرات وديال كذا وكذا، لاباس عليها ما خاصها خير، تطلع عند بناتها لفرنسا مره، ولا تمشي في الربيع، تمشي في الصيف، اما وقت الشتاء تجلس في المغرب، تذكر عائلتها هنايا اللي تفكرتها تمشي عندها، حتى تفكرات هاد السيده هذه اللي تتقول خالة تما، تفكرتها، اتصلت بها وسولت عليها في العروبيه، وعرفوها في سكت في المدينه، ومشات عندها للمدينه، وبقات تمشي عندها حتى النهار اللي تلاقات مع ذاك الولد. ذاك الولد تعانق معها وعنقها وداك الشيء، وقالت لي انا ساكنه انا في المحمديه، وانت فين ساكن؟ قال لها فين ساكن؟ في واحد الحي كذا وماشي شي حي اللي هو ماشي شي حي تما، سكن في واحد الحي اقتصادي، شي حي هو ما عاجبو شي، بقى تيشكي عليها وكذا. قالت لها انا فين ساكنه، وهي ساكنه في واحد البلاصه مزيانه، حي مزيان وداك الشيء وهذا. وقال لها، قالت ليه شوف اش غدير، حيد من داك الحي، انا غنشوفك الكرا عندي. ياك بوحدك؟ قال لها بوحدي. اجي عمر عليا، اجي شوف كرا عندي وتسكن عندي وعمر عليا، وحيد من داك الشيء اللي هو تما اتفقوا على هذا، لانه هو دابا تعيط لها، ماشي عيط لها خالتي، تعيط لها خالتي كذا. جا هو المحمديه، جات هي المحمديه، عاود تلاقاو من جديد، داتو لدارها، شاف دارها عندها الفوقي، عندها تحتي، عندها كذا، ولكن السفلي عندها الفوقي واللي فوق منه، والسفلي كاين حانوت فيه طبقات، وعنده بخرجه واحد حانوت فيه طبقات كاريه لواحد السيد، ورا الحانوت عنده واحد جوج بيتات وكوزينه لداخل. هذوك البيت وكوزينه كراتهم ليه، ولكن ما تحاسبتش معاه. قالت لي انت راك ديالنا، اللي عندك عطيه واللي ما عندكش ما تعطيهاش، انا غير عمر عليا وانا غا بوحدي وكذا، وانت من عائلتي وانا حمدت الله بك وهذا. سكن السيد تما، جاب حوايجو، عطاتو حتى حوايج من عندها، ولات السيده تجي بعض المرات تجمع عليه، تقول لي خرج حيد نجمع لك دارك، تجمع عليه داك الشيء هذاك وتقادوا ليه وداك الشيء. نهار الجمعه تقول لي طلع تاكل الكسو، تاكل الكسو هو وياها، بعد ما تيطلع معهم من الحانوت تيطلع ياكل الكسو، امور غدا بخير. حسات به بانه تيحشم منها لما تيجي سكران، تقول لي لاباس، يقول لي لا غير يدو هكا وتيدخل، عارفه تيكمي قارو سيد غادي هكاك، ولكن ما عرفاش عنده واحد القضيه، ما عرفاش واحد المشكل عنده. هو انه لما كانت تقول لي خصك تتزوج، تقول لي انا تنجمع، تقول لي انا بغيتي تتزوج، انا نعاونك اسيدي، عندي فلوس باش ندير لك العرس، وباش ندير لك هادي وندير لك هادي، انت شوف العروسه ونديروا عرس كبير ونديروا كذا وما تسكنوش هنايا، اطلعوا عندي نعطيكم بريمير، خذوا كل سكنوا فيه وكذا. هنا السيد عرف بانه عندها الفلوس، لان عرفها بخلال الهضره معها وحياتها، تعاود دير لي كاريه الدار وقدا وكاريه الدار الاخرى وكذا، والراجل خلى ليا، عرف بان امراه ميسوره لا باس عليها، خالته ديما نسميو حنا خالته، حيت تيقول لها خالتي. ولكن هو كان قمار، كان تابع الخيل والكلاب، تيرسي داك الكورس ديال الكلاب والتيرسي،
ديما في تيارسي، ديما في تيارسي، ديما في تيارسي. الناس بزاف مبلين بالتيارسي، ولكن ما قلت لكم واحد النهار لما تدخل القهوه ديال تيارسي تلعبوا فيها تيارسي تلاحظ واحد القضيه في القهاوي. الواحد ديما يدخل شي بلاصه يكون يلاحظ في اي ميدان تدخل لاحظ. انا قبيله واقف عند كزار صاحبي واقف عنده وجيت من واحد الجهه خليته تنشوف، ماشي تنبرقيق تنشوف. تيقول الناس تيبرق لا تنشوف، وتلك الناس واقفين قدامه وهما جوج كزارات يقطعوا اللحم، تنشوف دوك الناس كيفاش متبعين داك التقطاع ديال اللحم، كيفاش تيشوفوا داك الموس ومتى تيزيد يقطع من الفوق تيتبعوه ومتى يهبط لتحت تيتبعوه، والناس ديالها بعينها تتشوف كل واحد تنوبته وتتفرجوا فيه. انا قلت لك على مالين تيارسي في القهوه، تلقى مالين تيارسي في القهوه الله يعفو عليهم، تلقى تلفزيون كاين تيبين لهم دوك الخيل اللي تيجريو، وهما يا صاحبي اغلبيه تلقاهم الشيبين في وجههم وداك الشيء، وتلقاهم ديك الورقه ديال التيارسي تيعمروا فيها تيعمروا ديك الورقه والسكات والكارو. عرفتي انا كنت تنقول لواحد صاحبي ديما تقول لي هما البكالوريا تيراجعوا للباك بحال تيوجدوا للباك ولا تيوجدوا شي امتحان واحد الليسانس ولا ما عرفت خدامين تيهضروا بعضياتهم غير دابا يقول له اش درك في هاد السات. السات ديك المره دخل هو 18 ما دخلش دابا، لان علاش الجوكي اللي في 18 ماشي هو اللي كان في هذيك المره. نقول لك انا حتى لابيست واعر عليه هاد لابيست، عارفين لابيست، عارفين الجوكي اللي راكب عليه، عارفين عاودوا لا عوده، عارفين فوقاش فين دخل، عارفين وفي النوام الله يعفو عليهم. على ايين وباش يعجبوك دوك موالين تيارسي اللي ربح غير 3000 درهم ما تيبقاش يجي للقهوه شهر، تيبقى يقول فكرتي نهار ما تيبقاوش يدير ربح، لاش تيبقى يجي للقهوه عرفوا ربح تيغبر جيت تقول طبيناهم في كل شيء مشات. الله يعفو عليهم. هو كان تيلعب تيارسي، كان تيلعب بزاف وعنده واحد المعلم ديالو في الخدمه كان شويه متصرو، اي كان تيسلفو ديما تيسلفو. بغيت نشري هادي تيكذب عليه، بغيت ندير هادي، بغيت نصاوب انا مريض، بغيت ناخذ دواء، الوالد ديالي مسكين تيموت، الوالد كذا وتيتسلم من عنده حتى وصل عليه 2 المليون. نهار وصل لي 2 المليون قال لي شريه، قال لي نعم، قال لي اعطيني الشيك اخويا، اعطيني الشيك خلي عندي ضمانه، خلي عندي ما ديرش فيه التاريخ واعطيه ليا. عطاه شيك الاخر ما عطاه شيك صافي، قال لي هذا عطيته الشيك خليه عنده داك الشيك. الاخر بقى تابعه على داك الشيك، تيقول غندفعو ماشي شغلي راه كذا راه هذا بون. داروا الدراري ديال الخدمه تما هضر معاهم، بغا يهضروا معاه، جاو الدراري قال عطي السيد فلوسو، تا صاحبي الشراب الكارو كذا والتيارسي وهذا تعطي السيد فلوسو، عطي السيد فلوسو راه صافي. والاخر قال لي والله تندفعوا هذا الشهر والله غير كندافعوا ندير المحكمه، عطي المحامي وكذا الخدمه عندهم لا المسؤولين تما ما تيرحموش كذا، مشات تقدم المحكمه وتعتقل الخدمه مشات، تا هو تيعطي الكلام غا واخا كون هاني انا غندير انا غنجيب، تيكذب عليهم. ولكن زير المره الاخرى شهد عليه الناس ديال الخدمه زير. اش مشى دار؟ طمع اللي قلت لكم في الاول ديال القصه، طمع. شاف خالته في واحد الجمعه حسب الاعتراف ديالو، الجمعه اللي الاخرى قبل ما توقع النازله طلعت ليك تكسو، وطلعت غير هي وياه، طلعت ليك تكسو وكان الصاد، وكانت المراه لابسه واحد كومبينيزو حد هنايا واخا هي مراه كبيره. الصاد شاف الدبالج ديالها، مراتها ديال الدبالجها وديالها خواتمها وديالها واحد الخيط ما فايت لي شاف قبل ديال اللويز، فيه لويزات من الراس للراس، اي حسب المحضر فيه تقريبا 12 لويزه شافهم. شاف داكشي وما دار لها والو. في الاعتراف ديالو تيقول انا مشيت سولت على اللويز لقيته غالي، غير وحداش تدير مليون وزياده. مشى سول على اللويز شحال تيتباع اللويز، ما سولش على الدباج، داكشي قال الدباج غير ثمنه ما يكون 4000 درهم 5000 درهم مليون كاع، مي اللويز ما كانش عارفو بشحال. مشى سول
وهذاك السيدي سولو هو هذاك الدايبي اللي سول لما كان في البحث وزيروا البوليس جبدوه قال لي انا مشيت نسولك سولتي فلان شكون سولتك؟ قال الدايبي. شكون الدايبي؟ فهذا جيبوا الدايبي. هذا فاش تسولك؟ جا عندي واحد النهار سولني. مشات يسول لان في المسطره ديالو حطوا معاه البيضه في الطاس باش قال كل شيء. ديك الجمعه اللي شاف داك الشيء قال مريضنا ما عنده باس. الجمعه الاخرى قال المعلم ديالو ما غاديش للخدمه باش ما يبانش قدام الجيران داخل ولا خارج ولا كذا ولا كذا، ولكن بقى في الدار داخل. تيقول هذيك الجمعه قال لي واش غتصوبي كسكسو؟ قالت لي ايه. قال لي شكون اللي غيجي ياكل؟ حيت بعض المرات تعيط على داك مرت مول الحانوت تقول لها اجي دي شويه كسكسو. بعض المرات تقول الحانوت طلعت تاكل معنا ما كانتش مراته. بعض المرات تعيط لواحد الجاره قالت لي باقي ما بان لي ما نعيط. قال لها ما تعيط على حد الله يرحم والديك، انا مريض ما مشيتش الخدمه وبغيت ناكل كسكسو غير انا وياك. قالت لي صافي ما نعيط على حد صافي. طلعت المراه قالت لي ما نعيط على حد. المراه طلعت كسكسو، خالته طلعت كسكسو، خالته اللي ما تيخلصش ليها الكرا واللي حيدتهم واحد الحي اللي كان حي ديال الشماكريه وديال المساخيط وجابته لواحد الحي وسط المدينه ونقاتو. خالته اللي ما تتحاسب معاه حتى في شي حاجه وتجمع ليه حوايجو وتقول لي راه حوايج الصابون تصبنهم ليه، الا بغات شي حاجه توجدها ليه، تقول لي غنطيب لك اليوم الحوت غندير لك هادي غندير لك هادي. نسى هادشي كله، بان لي غير اللويز اللي عندها، بان ليه اللويز باش يحل مشكلته ديال 2 المليون. الوقت اللي المراه جات وجات الكسكسو حطاتو وجاتو، تخيلوا قبل ما ياكل الكسكسو قبل ما يبداو في الكسكسو جا وراها وقفلها وهز واحد القنبه ديال البلاستيك في يديها والمراه جلسات ودار القنبه على عنقها وشدها وطيحها وبقى تيقش فيها حتى قتلها وخلاها تما طيحه. وهز ديك القنبه وخرجها في جيبو وحيد لها اللويز حيد لها الديب اللي عندها وقلب الدار مزيان تلقى الفليسات ورد كل حاجه لبلاصتها وخلاها حدا الطابله تما وسدت هبط لتحت لبيتو ونعس. دق عليه واحد الوقت مول الحانوت قال لي الشريفه واش مشات للجامع ولا باقا؟ قال لي والله ما عرفتها فين خرجت. هزات الساروت ومشات. مع الربعه جات واحد السيده دقات عليها دق خرج قال لي راه ما كاينه شيء، راه خرجت من قبيله خرجت ما رجعت شيء. وبقى حتى هبطت المغرب وخلى الدرب خاوي وهالصاك ودار فيه شي حوايج دار فيه شي حاجه وهز داك الدايب والفليسات وخرج وسدت ودار مع الدوره ومشى مع واحد الزنقه. مشى مع واحد الزنقه شكون اللي غيتلاقى بديك الزنقه؟ ولد مول الحانوت. قال لي لاباس؟ قال لي لاباس. مشى مول الحانوت مشى في حياته ومشى بالصلاه والنبي. عارفوا مول الحانوت هو تيمشي للخدمه، عارفوا بعض ما تطرق 5 ايام بعض ما 6 ايام بعض ما 7 ايام. عارفه بان خالته تقول لي هذه راه ولد اختي هذا عارفه راه خالته ساكن معها عارفه هادشي. ولكن المراه ما بانش شيء، ما بانش النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث. المراه فين مشات ما عرفتش كما تيقولوا الناس. هو فين مشى؟ راه مشى للخدمه، هو تيمشي للخدمه لان في ذاك النهار ولد مول الحانوت قال انا شفتو ها الصك وغادي 4 ايام بحال سخون. الريحه عطات في الدار اللي تيسمى هو مول الحانوت واحد الجار من روش سما هنا سمو الريحه كثرات. مول الحانوت طلع السطح عنده حق يطلع السطح تيشوف الريحه طالعه بزاف. السيد ما كاينش تما، المراه تيغوتو ما كايناش المراه. علموا رجال الامن والعين المكان طلعوا حلوا الباب تلقاو المراه ميته. واش المراه موت الله لان حدا كسكسو طايحه؟ واش كانت غتاكل في بيته هو غتاكل غير بوحدها؟ ما يمكنش شيء، كانت تاكل في دارها لتحت. لوطوبسي عطى التشريح الطبي عطى بانها مقجوجه. وشكون اللي قجها؟ مول الحانوت الشاهد الاول تيقول ما تيعيش مع حد ما تيدخل مع حد. كسكسو اللي تياكل مع كسكسو هو ولد اختها اللي عايش معها وكاريه ليه وما تدخلش من عنده، راه قالت لي كلشي. بعض المرات انا كنت نطلع ولدي شافوا ديك الليله هذه واحد 4 ايام شافوا الولد هالساكو غادي. هنا مول الحانوت قال البوليس انا ولدي من قال لي فلان ها الساك ديالو وغادي هابط مع الزنقه هذيك ماشي طريقو. منين تيدوز تيمشي باش تلقى الطوموبيل ديال الفلاحه واقفه هنا قدامي في الشارع تيركب فيها، اما هذيك الهبطه ما عنده ما يدير فيها. وذاك النهار انا ما شفتش الطوموبيل ديال الفلاحه كاع واش جات. قالوا فين خدام؟ عرفوا الخدمه ديالو، مشاو للخدمه ديالو جابوه قالوا ليه
اخبارك بانه خالتك ماتت. جابوه من تما الكوميساريه لابيجي، قال لي ما اخباريش، قال لي خالتك ماتت مقتوله مقجوجه نهار الجمعه. انت نهار الجمعه كنتي في الدار؟ قال لهم لا، انا ما جيتش للدار، انا نهار الخميس مشيت للخدمه ديالي. نهار الخميس مشيتي للخدمه؟ الجمعه ما كنتيش في الدار؟ قال لهم لا. ما كليتيش كسكسو؟ لا. الله عماه. باش عماه الله سبحانه وتعالى؟ لان كسكسو فين هو؟ كسكسو راه عند المراه، عنده هو في بيته، المراه ميته في بيته. على المراه هو ما كاينش، الخميس ما بانش، الخميس قال لهم ما كان شيء، الجمعه ما كان شيء، كسكسو محطوط عندك انت، على مال هي طلعت تاكل كسكسو تما بوحدها حمقى. قال لي بغيت نتحاسبوا معاك. نهار الجمعه ما كنتيش في الدار؟ قال لهم لا. وفي الليل ما كنتيش في الدار؟ قال لهم لا. عيطوا لولد مول الحانوت، قول ليه. والمول الحانوت قال لهم قال لي انا شفتك مالك نهار الجمعه؟ غادي في الساك وهبطتي. قال لهم نهار الجمعه قاعد فكرت مشيت عند واحد الصديق ديالي، يلا نمشيو عند الصديق. مشاو عند الصديق ديالو، الصديق تفاجأ قال لهم لا ما جيتيش عندي، انا ما جيتيش. قال وفين مشيتي؟ لا جيت عنده دقيت ما لقيتوش ومشيت، والصباح طلعت للخدمه. مشاو للخدمه قال لي لا، راه عنده 10 ايام ديال الكونجي، طالب 10 ايام ديال الكونجي، هو طلب 10 ايام ديال الكونجي. لقاو تيدخل ويخرج في الهضره، تعمقوا معاه في البحث. قال علاش درتي هادشي هذا؟ قول انت تكذب وخدمت تتخربق وهذا. قال لهم انا خفت الشيك كديني للحبس، فلان تيسالني 2 مليون وعطيتو الشيك وخفت يديني للحبس. وطبعته الشيطان ولد الحرام وكذا وكذا. انا ما بقى ما يكذب، ما عمرو كان هو المجرم كما قلت لكم في الاول، تا ولا مجرم، ما عمرو كان مجرم. بحالو بحال داك اللي بورطابل محطوط تيهزو ماشي ديالو، بحال شي واحد تتبان ليه هو ماشي صفار، تتبان ليه شي حاجه سهله وتيمد عليه يديه وتتصيد تيشدوه ديال الصفار. هو عمرو ما كان صفار، هذا عمرو ما كان مجرم. الصراب متيرسي قارو كذا كذا، وغرق بالدين ما بان ليه باش نهار ديز عينو على ديك الدايبات عند المراه ولا مجرم، ولا خصني يدي صافي عمات عيني غير داك الدب ولا يحل المشكل. غنقتلها وغادي نسلت ونمشي نبدل نخلص ناخذ فلوسو ونجي، ولا خالتي قتلوها انا لي راه مصيبه كذا كذا، صافي غدوز ليه. التخطيط عنده كان عوج، خطيط ديال طماع ما تيخطط ديما تيخربقها، طماع ما عندوش تخطيط ديما تيخربقها. تحكم ب30 عام ديال الحبس. مرأة مزيانة، مرأة طيبة، مرأة معقولة، عندها بنيتها صالحات، مزوجات في الخارج تمشي تشوفهم، دارت بالشارع ديالها، راجلها خلى داكشي اللي كتب الله، عايشة مزيان، جابت واحد اللي وجه الله والدم اللي بيناتهم باش دير فيه خير قتلها. نتمنى من الله الحلقة تعجبكم، وإلى الغد إن شاء الله.